بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب كامل متابعي اللي دخلوا قناتي ونقول لهم ألف مرحبا بكم نورتوني. إن شاء الله تكونوا كان بخير وصحتكم لاباس. قبل ما نبداو فيديو ما تنساوش الإعجاب والاشتراك والكومنتات وبارطاجوا هذا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم. في فيديو اليوم راح نشارك معكم طبق اللي هو الدجاج رولي، صدقوني يجي بزاف بنين. بما أنه راه قريب رمضان هذه أول وصفة راح ديروها في رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين مفقودين يا رب. هذه وصفة نتاع دجاج رولي يجي بزاف بنين، صدقوني البنة ولا أروع، وهذا أول طبق اللي يحمر لك وجهه قدام ضيوفك. راح نضيف هذاك الدجاج اللي كنت رحيته في الأشوار، ونضيف عليه المعدنوس المقطع، وراح نضيف عليه ثانيك البصلة كنت رحيتها في الأشوار، ضفت حوالي 2 ملاعق كبار نتاع البصل، وراح نضيف حبة تاع البيض، نص ملعقة صغيرة نتاع الهريسة، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة كمون، ونص ملعقة صغيرة تابل نتاع الدجاج، وراح نضيف نص ملعقة صغيرة نتاع الكركم، وراح نضيف ثانيك نص ملعقة صغيرة نتاع الزنجبيل، وراح نخلط كامل هذوك المكونات. من بعد راح نضيف 2 ملاعق صغار نتاع الشابلوغ يكون مرحي. ضفت لي زيبيس راح نخلط جيدا، وراح نضيف 2 سنينات نتاع الثوم، نخلط مليح في هذه المرحلة. من بعد راح نجيب بابي فيلم ونحط هذاك الدجاج وراح نسويه جيدا، وراح نضيف له قطع من الفرماج نتاع الشاف، وضفت له ثاني فرماج نتاع شيزي. من بعد راح نستعين بالبابي فيلم، وراح نبدأ نرولي في هذاك الدجاج بهذه الطريقة، وراح نغلق عليه جيدا من الأطراف هكذاك باش ما يخرجليش الدجاج، ونديرلو ربطة يعني نربطو، نديرلو عقدة هكذاك ثم تقولو عقدة أو نربطو. من بعد راح نغلق ثانيك هذيك الجهة، وهنايا كنت في كسكس درت فيه الماء وخليته حتى يسخن، ومن بعد نحط الكسكس. من بعد ما غلقته جيدا راح نجيب الورق الألمنيوم، وراح نبدأ ندير في هذه الطريقة، وراح نغلق عليه مليح. صدقوني هذا الدجاج نتاع رولي يجي بزاف بنين، مش راح يدي منه كامل وقت. بعد ما كملته راح نحطه في الكسكس ونخليه يفور لمدة 45 دقيقة. وهنا راح نحضروا المرقة نتاع الدجاج رولي، كنت حطيت 2 كبار نتاع الزيت، وهذيك الصدرة نتاع الدجاج، يعني الدجاج هذاك رحيته وبقات لي هذيك تاع الصدرة، حبيت ندير بها بنة فقط. ضفت نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة كركم، نص ملعقة صغيرة زنجبيل، وحطيت ثانيك الحمص ومرقتها مليح وقليتها وخليتها بجهة. وهنايا هذاك الدجاج رولي كنت مرمتو في الفرينة، ومن بعد في البيض، ومن بعد ضفته في الشابلوغ وحمرته على نار تكون متوسطة. وهنايا بعد ما طاب لي الدجاج رولي، شوفوا الشكل النهائي ولا أروع، صدقوني يجي بزاف بنين. وهنايا الحق الوقت نتاع الفطور كنا صايمين، هاي درت لهم هذا الطبق. أنا راح نضيف الدجاج تاع رولي اللي كنت قطعته دوائر، وكنت تانيك حضرت معاه الطاجين تاع الحلو. هنايا نسيت باش نصوره لكم. هذا الطبق بزاف بنين، مش راح يدي منه كامل الوقت. وحنايا في رمضان أول طبق نضيفوه هو هذا الطبق دجاج رولي. وهنايا كنت زينته بالمعدنوس وشريحة تاع الليمون، شوفوا الشكل ولا أروع. بما أنه رمضان قريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين مفقودين يا رب، راني مع التحضيرات سلسلة وصفات تاع رمضان هكذاك باش في رمضان ما تحيروا ما والو، راح نجيبكم كل حاجة جديدة. شوفوا الدجاج كيفاش يجي، صدقوني يجي بزاف بنين. ولي زادتها بنة توابل أبو حفصة، صدقوني ريحة وبنة وجودة ما شاء الله.
ملي وليت نخدم بالتوابل نتاعهم هما عايلتي ياكلوا ويشكروا، ورمضان برعاية توابل أبو حفصة الخاصة 180 والتوابل الأساسية 180 مع بعض 360 وتوصيل لباب الدار مجاني. راح نحط لكم كامل المعلومات في صندوق الوصف ورقم الهاتف أسفل الفيديو هكذاك باش تتواصلوا معاه. وصلنا لنهاية الفيديو، إلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالجيم والاشتراك والكومنتير وبارطاجوا لي هذا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.